سلمى قدرت تخرج من البيت بعد ما مزقت صفحات الدفتر، والليل كان لسه طالع والمطر بينزل على وشها كأنه بيغسل خوفها. رجعت شقتها في القاهرة وقالت لنفسها إن اللي حصل مجرد هلوسة من التعب. لكن لما دخلت الحمام وقفت قدام المراية ووشها كان باين عادي لحد ما غمضت عينيها، ولما فتحتها تاني انعكاسها لسه مغمض. اتجمدت مكانها وبصت للمراية بخوف. الانعكاس بدأ يتحرك لوحده ورسم ابتسامة خبيثة على وجهه، وبعدين رفع إيده وكتب على المراية بالبخار. لسه في صفحة ناقصة. سلمى وقعت على الأرض وهي بتصرخ وموبايلها رن فجأة. الرقم المتصل كان هي نفسها. ردت وهي بترتعش: ألو. وجاها صوتها من الطرف التاني بيقول: أنا كتبتك خلاص. فجأة المراية اتشقت نصين، ومن الشق خرج بخار أسود اتجمع في شكل ظلها بالضبط، لكن من غير عيون. الظل مسكها من رقبتها وقال بصوت متقطع: كل بيت له كاتب، وانتي بقيتي الكلمة. اتكسر نور الحمام، وآخر حاجة الكاميرا سجلتها في الشقة كانت سلمى بتقف قدام المراية وتبتسم نفس الابتسامة اللي شافتها في البيت.